جت الحزينه تفرح ما لقيتلاش مطرح. سال يومينها دول اليومين الجدعان اللي كله فيهم بيسيرش على الحنان، والحنان مش محتاج غير شاب ترجمان. العبد لله قرر ان هو يصطاد غزاله من الحريم اللي هي ايه، كوستاليكا، اللي تستاهل ان الواحد يعمل مجهود ويبذل قصارى جهده. قمت ناكش كام جوديانه من اللي كانوا يعزوا عليا، لغوهالي عايزه، قاموا ناكشينها كام صوره اللي هم في المنضف، قاموا مبعوتين ده عينه منك. ايه قولك، سابت النزاهه وسابت اللياقه وسابت شويه الرموش اللي هي رموش غزلان، وسابت كل حاجه وثبتت في ايه، الله شعره جامد قوي. انا سمعت لك شعره جامد قوي ديت، قلت اجود. قمت رايح لخالتي الله يبارك لها، قلت لها بقول لك ايه، انا عايز خلطه سحريه اهتم بيها بالضفاير، انا عايز شعري دوت يبقى حرير، انا عايز في ظرف سنه انافس شاروخان في النعومه. قامت رايحه جايبه لي مش عارف زيت موبل على زيت اكل، على زيت كبد الحوت، على زيت كلب بلدي. المهم عملت لي خلطه جهنميه، قالت لي بص صلاه تعالى اقعد. قمت جاي ارفص تحتها والله العظيم ما ناسي، عند السرير اللي هو في الاوضه اللي هي فيها الشاشه، وهي ايه عب له وادي له عب بالكيلو، وتفضي في ايديها، تفضي في ايديها وتدعك، عايزه تجامل ابن اختها، تدعك وتمرش، تدعك وتمرش. اهو بص والله كلب بيلاغي جوديا. شويه يا اخواتي خلص بس. وانا كل اللي في بالي يا رب لا امله تنطر ولا زباله تقوم جايه قله بيا ويبقى منظري بايخ. تيك تيك. تاني يوم رحت اتوكل على الله. المامينو قاعد في الشغل وسرحان بقى في الجوديا، الزيت بقى عامل عمايله والبوف والصوره الجديده اللي هتصورها والدنيا بتقول ايه، وابص لك على القميص الاقي لك الشعرايه نازله كده بجدرها. عارف لما تمسك جذع شجره وتقوم مملصه من جدره، شعر بالكوم بالكوم على هنا. يا لهوي بالي جت الحزينه تفرح ما لقيتلاش مطرح. يعني ايه هبقى اصلعينه؟ البت حبتني عشان شعري اروح لها بلاطه بقى بين كل كام شعره ارض خماسي فاضيه. تعمل ايه؟ سلمت امري لله. خلاصة الموضوع وصلبه ان ربنا اعطاني نعمه اهتميت بيها غلط في طريق غلط، وهذا ما انا اتي لاجله. لان انت بكره ربنا اعطيك نعمه، فانت يا تهتم بيها صح يا تهتم بيها غلط، يا تستخدمها صح يا تستخدمها غلط. ما ينفعش ان انت من بعد الفجر لحد المغرب تقول ده بقى لربي، ومن بعد المغرب لحد ما يخلص العيد تقول ده بقى لقلبي. تبقى من بدايه اليوم ده يقول لك حسنه تقول له امين اخويا امين، ده يقول لك صدقه اطلع امين، في واحد يروح اكبر بخاطره ما انا لازم استغلها برضه امين، وتيجي بالليل مأمن على حته محقونه كتامين يرضي مين؟ تبقى انت عبيط. سامحني في اللفظ، انا لو مش خايف على مصلحتك في ناس بكره هتقفل مصالح اكل عيشها، في ناس بكره بالنسبه لها ده الكنز الحقيقي اللي بيجي يوم في السنه وانت قاعد مبيت النيه. طب ايه قولك ان انت عارف وانا عارف ان ربك مطلع على القلوب وبيعامل بالنوايا. ربك عاطيلك عرض فاخر من الاخر، دعوات بقالك ياما بتدعي، ممكن بكره تديك الضوء الاخضر. مشاكل كتير بالكوم خلت دماغك دي طن ونص، بتيجي تلبس التيشيرت بيتمزق. ممكن بكره بامر من اللي خلقك كل ده يتلاشى. حاجات كتير نفسك تحققها وسعيد فيها ممكن بكره ربك يقول لها كن فتكون. واحده بنت حلال نفسك ربنا يجمعكم في الحلال ويعصمك من فتنه الحرام، ما هي دي برضك من ضمن الرزق، ادعي بيها. يمكن بكره تلاقي البيبان المتقفله اتفتحت، الو تعالى عايزينك، البيت ما تنفعش الا ليك. فانت مش مطلوب منك غير ان انت تتربس بابك وتبقى عيل مرقع مصلحجي، تثبت في الفرصه اللي ربنا عطاها لك. لان في ناس دلوقتي تحت التراب بتحسدك على النعمه اللي انت فيها، نفسها ان يرجع بيها الزمن وتحضر اليوم دوت، تكفر عن سيئاتها، تستغفر لذنوبها، تعدل عن طريق هي ماشيه فيه. ادعي بكل اللي نفسك فيه. ولو عايزني اقول لك على دعوه من اخ لاخوه، ادعي ربنا ما يسيبكش لنفسك، وادعي ربك يكون بكره هو الغيار الاولاني ويكسر لك غويشه المرشدير. تيجي تجيب مرشدير مفيش مرشدير، انت طوالي مفيش سطر واسيب سطر، لا انا هفضل ماشي على سطر الخير. ولو رجلي كده اتعاصت في السطر التاني انا اسف يا رب ساعة تجلي، لكن شغل خطوه هنا واجي احسس هنا ما تضمنش في انه خطوه هتيجي تاخدها هتقوم زي ما قلتها السنه اللي فاتت وهقولها السنه دي، بكره هيبقى بدايه خير ليك. سلام.